اليوم غنشارك معكم لاكيش كتجي اقتصاديه وزوينه والاهم بنينه. خليكم مع الطريقه اللي هي سهله ومبسطه بزاف. غادي نحتاجو بصيله تكون في حجم متوسط كتعسلوها وحتى كتولي هكا محمره مع شويه ديال المليحه في الزيت وشويه ديال الزبده، ومن بعد كتحطوها على جنب في واحد الشبانيه او في واحد لو بول. من بعد كنزيدو عليه علبه ديال الطون، انا درت غير علبه صغيره، ما درتش هذاك العلبه الكبيره، درت غير علبه صغيره حيت كانت عندي المول ديال لاكيش عندي صغير. من بعد هنايا غادي نحاول نخلط هذيك البصله المعسله مع هذاك الطون، وكتزيدوا شويه د البزار الا بغيتو، شويه ديال المليحه. انا اكتفيت درت الملحه في الاول صافي، ما زدتش الملحه. يمكن لكم تزيدوا الفلفله حمراء مشويه او خضراء، كتعطي مذاق زوين بزاف، وخصوصا الفلفله حمراء. هنا غادي نوجدوا لا كريم ليكيد مع البيض اللي غادي نديروه فوق الحشوه اللي حضرنا. عندي هنا 2 بيضات بحجم كبارين، كندير شويه ديال البزار، الا بغيتو تزيدوا شويه ديال الملحه كيبقى لكم الاختيار. انا هنا ما درتش الملحه. خلطت هذا البيض مزيان، من الاحسن باش ما كتجيكمش زفوره في لاكيش. البيض خصو يتخلط مزيان، وحاولوا حتى كتحسوا بهذاك ابيض البيض وصفر البيض نساجموا مع بعضياتهم. هنا بعد ما حسيت بان داك البيض تخلط مزيان، كنزيد ليه علبه وحده ديال الكريمه السائله اللي فيها تقريبا داك الكاس ديال العنبه عامر. الا ما كانش متوفر تقدروا ديروا كاس ديال الحليب مع معلقه صغيره ديال النشا، كتخلطوه مع كاس الحليب بارد وكتزيدوه على هذوك 2 بيضات وكتخلطوا، كتعطيكم نفس المفعول. من بعد هنا من غادي نخلط مزيان داك البيض وداك الكريم ليكيد، القشطه الطريه السائله ضروري نخلطها مزيان. هنا خديت العجين اللي ديجا واجد، لا بات بريزي خديتها. دابا نحضر معكم ان شاء الله كيفاش ديروها في الدار. انا تنديرها في الدار غير بعض المرات كنكون مزروبه تنشريها دغيا باش كتعاونني. غادي نديرها في المول. هذا المول هذا خديته من اكسيون، ما غاليش، خديته تقريبا بشي 3 اورو حيت بزاف منكم كانوا تيسولوني في التيك توك. خديته هنايا، خديت هذا المول هذا وسرحت فيه داك لاباط ديالي، لاباط بريزي صافي. وغادي نحاول نقدها مزيان من الجناب ومن الوسط، وغادي نتقبها بالفورشيط باش ما تنفخش ليا، وغادي نزيد معها الحشوه كيف ما غادي تشوفوا. قبل ما نحطوا الحشوه ديالنا على العجينه، من الاحسن نديروا واحد معلقه صغيره ديال لا موطارد، او مثلا دهنوا بالجبن بالفروماج الا كان عندكم متوفر. المهم غير هو الموطارد كيعطي واحد المذاق زوين ديال الحموضه وشويه ديال الحروريه، صراحه كيجي بنين. الا كان ما متوفرش ماشي ضروري. من بعد زيد شويه ديال الفرماج غابي من التحت، او ديروا اي نوع ديال الفرماج اللي متوفر عندكم. ومن بعد كديروا الحشوه اللي نتوما حضرتوها كيف ما كيف زعما بغيتو. تقدروا ديروا الخضره مشحره، تقدروا راكم عارفين لاكيش اي حشوه تقدروا ديروها فيها. صافي هنا غادي نحاول نحط هذيك الحشوه كامله على العجينه، وغادي نسرحها مزيان، وغادي نضيف ليها مباشره هذيك الكريم ليكيد مع 2 بيضات اللي طربنا. غادي نديرهم على داك الحشوه، وغادي نزيد الفرماج غابي. انا هنا درت الفرماج 3 فرماج، راه كيتباع في جميع لي غروند سورفاس. انا كناخذ ديال ليدل، كيعجبني حسن، كيجي فيه المذاق زوين وتيذوب، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد التحميره وكيتكراطينا مزيان ملي كديروا مع لي غراتان ولا في البيتزا، ولا كيعطي واحد التعليكه زوينه، وكيبقى في نفس الوقت هو كيجي محمر وفي نفس الوقت كيبقى معلك. صافي غادي نديرها في لاكيش ديالي، غندير في لاكيش ديالي سمحوا لي داك الفرماج. ومن بعد غادي ندخلها الفران على 180 درجه باش طيب لينا على خطرها. ما ديروهاش في وسط الفران، ديروها في الجهه التحتانيه تكون قريبه على العافيه باش كتحمر لكم العجينه من التحت، ما كتبقاش لكم العجينه بيضه. حيت بزاف د البنات كيتشكاو كتبقى لهم العجينه بيضه من التحت حيت كيعليو زعما كيديروا لاكيش في الوسط نتاع الفران. صافي هنا الفران بعد ما سخن غندير له مباشره داك لاكيش ديالي، غادي ندخلها وغادي نخليه تقريبا غادي تاخذ ليا 30 دقيقه على حسب كل نوع الفران. المهم كتشوفوا مره كتبقاو تفيريفيو واش لاباط من التحت تحمرت لكم. الا تحمرت صافي كتخليوها كيتحمر لكم الفرماج. بعد ما خرجتها من الفران خليتها تدفى غير واحد شويه وقطعتها، وبالصحه والراحه كتجي كتحمق. كنتمنى تجربوها.